مسلسل نزيف الطرق يتواصل ببلادنا، حيث لقي شخصان مصرعهما وأصيب 46 آخرون، 12 منهم إصاباتهم بليغة في حادث انقلاب حافلة اليوم قرب شيشاوة. والتفاصيل في روبورتاج هشام غرفاوي. مرة أخرى طريق شيشاوة تقتل. صباح اليوم عند الساعة 5:30 شخصين لقي مصرعهما و46 آخرون جرحوا، بينهم 12 حالتهم خطيرة في حادث انقلاب حافلة لنقل المسافرين على الطريق الوطني رقم 8 على بعد 8 كيلومترات من مدينة شيشاوة. الحافلة كانت قادمة من طنجة باتجاه أكادير قبل انقلابها. قربنا لشيشاوة، واحد السيارة جات في اتجاه المعاكس، بغيت يديفي عليها، وقعنا في السوشوك، الظرف ما كملناش قسم. والفلطة ديال الشيفور يمكن يلاه جديد ما عمر سواد الكار، وصل هذاك اللي كان صايق الكار جاي من طنجة، اللي كان صايق من طنجة وجاي وصل مراكش يمكن عطاه الكار، وصل هنا ودار داك الشيء اللي دار. هبطنا جرونا لحقونا، بقى السنطال هبط تما حفيه، انا جيت حفيه انا تقصحت انا بنتي دارت انايا صافي خيطوا لها داك الشيء صافي. الإصابات الخفيفة جراء الحادث تم نقل أصحابها إلى مستشفى محمد السادس بشيشاوة، بينما الأشخاص الذين تعرضوا لجروح بليغة تم نقلهم على وجه السرعة إلى مستشفى ابن طفيل بمراكش. 12 مصاب التي كانت حالتهم خطيرة إلى مدينة مراكش لتلقي العلاجات الضرورية بالمستشفى الإقليمي الجامعي بمدينة مراكش. أما بالنسبة ل 34 مصاب الباقين فتم استشفاؤهم بالمستشفى الإقليمي لمدينة شيشاوة ولتتبع حالتهم الصحية وإخضاعهم للمراقبة الطبية اللازمة. ومباشرة عقب وقوع الحادث تم تجنيد 6 سيارات إسعاف لنقل الجرحى، كما جرى توفير عدد مهم من الإمكانات البشرية لأجل نفس الغرض. وفي طنجة وبحي الجراري أصيب اليوم 23 شخصا بجروح طفيفة في اصطدام عربة لنقل المستخدمين بسيارة خفيفة. وفي طنجة دائما انقلبت شاحنة لنقل البضائع من الحجم الكبير زوال اليوم بكورنيش المدينة دون أن تخلف ضحايا في الأرواح.